بيبدأ الفيلم مع واحد بسيط وغلبان اسمه مهراجة، وبنعرف انه شغال حلاق، لكن دايما صاحب الشغل بيكون مخنوق منه عشان هو شخص كشري جدا وطول الوقت بياخد اجازات عشان يبقى مع عيلته واللي مكونه من مراته وبنته. وبعدها بنشوف مهراجة في محل العاب بيشتري لعبه لبنته، وفي نفس اللحظه دي حياته بتتغير للابد، وده لما عربيه نقل كبيره بتخبط في البيت اللي كانت مراته وبنته فيه واللي كان قدام محل الالعاب اللي هو بيشتري منه. وقتها الدنيا بتسود في وشه لما بيحس انه خسر مراته وبنته. وبعد 13 سنه بنكتشف ان بنته جوتي لسه عايشه ومراته بس هي اللي ماتت في الحادثه، وعايشين سوا في بيت متواضع. ووقتها بنعرف ان حياه مهراجة متعلقه باربع حاجات: بيته وشغله وبنته ولكشمي. والمفاجاه ان لكشمي دي مش شخص، دي سله زباله، ودي بقى اللي انقذت بنته في الحادثه. ومن ساعتها هو وبنته بيعاملوها وكانها فرد من العيله، وكمان بيقدسوها. وبنعرف انه بيحب بنته جدا وما بيسمحش لحد يهينها او يكسرها حتى لو هيضحي بنفسه، لدرجه ان مره في المدرسه بنته اتهموها زور انها حطت الكحول في مشروب الضيافه بتاع المدير، وكانوا عايزين يفصلوها، لكن مهراجة كان مصر انها مستحيل تعمل كده لحد ما فعلا بتثبت براءتها. وبيطلع ان واحد من زمايلها هو اللي عامل فيها مقلب. وبعد ما عرف المدير الحقيقه طرد كل اللي كان ليهم دخل بالموضوع وقال لهم خلاص الموضوع خلص، لكن مهراجة رفض يمشي وطلب من المدير انه يعتذر لبنته. المدير بيقول له انت شكلك مجنون، انت ما تعرفش انت بتكلم مين، اطلع بره يا عم انت وبنتك. وبقت مشكله كبيره، وجه كل اللي في المدرسه علشان يشدوه ويطلعوه بره، لكن مهراجة فضل ثابت على موقفه وحلف انه مش هيخرج غير لما المدير يعتذر لبنته، وده كله باحترام من غير ما يغلط في المدير. ومسك في ماسوره في المكتب وكل اللي كان بيقوله اعتذر لها هي بريئه، والمدرسه كلها اتجمعت وبرضه مش قادرين يخرجوه. فالبنت راحت للمدير وهي بتعيط وبتقول له انا عارفه بابا كويس وهو مش هيمشي فعلا غير لما تعتذر لي، فارجوك اعتذر علشان الموضوع يخلص. ووقتها المدير كان واخد باله من مهراجة وهو ماسك في الماسوره، لدرجه ان الماسوره خلاص كانت هتتخلع والسقف كان هيقع عليهم كلهم. فاعتذر المدير للبنت وهي جريت لحضن ابوها، فخد بنته في حضنه وسابهم ومشي. وبعدها بكام يوم بنشوف بنته وهي بتودعه لانها مسافره بره المدينه، وده علشان تحضر معسكر رياضي لمده اسبوع. وقبل ما بتخرج بتوصيها على لكشمي وانه يهتم بيها وبنظافتها علشان هي هتكلمه فيديو وهي هناك وتشوفها. وبعد ما بيودع بنته بنشوفه في نفس اليوم بالليل وبنلاقي انه مغمى عليه وواقع على الارض، وواضح كده ان في حد اتهجم عليه. والناحيه التانيه بنشوف راجل ضخم وشكله بتاع مشاكل وكان داخل مركز لصيانه السيارات، وبينزل في صاحب المكان ضربه على طول، وده لانه نضارته الشمسيه اللي كانت موجوده في العربيه اتسرقت، وكانت وقتها العربيه عندهم في المركز. وبيقول لهم انه مهتم بالنضاره دي لانها هديه من الممثل اللي هو بيحبه. وهنا صاحب المركز بيحاول يترجاها لكن مفيش فايده لحد ما بيوصل واحد راكب موتوسيكل، وبنعرف ان اسمه دانا، واتهموا صاحب المركز ان اكيد هو اللي سارقها لانه لسه طالع من السجن. الراجل اول لما سمع ان هو اللي سارقها نزل فيه ضرب هو كمان، وقبل ما يمشي اداهم فرصه لحد بكره يجيبوا له النضاره والا هيجي يولع فيهم كلهم وفي المكان. لكن وقتها الواد استحلف له، وفي نفس اليوم بالليل راح له المكان اللي هو سهران فيه ومسك النضاره وكسرها قدامه ونزل فيه ضرب هو والرجاله اللي معاه. وتاني يوم بنشوف مهراجة في القسم علشان يبلغ عن اللي اتسرق من بيته، وقعد قدام الضابط وبكل هدوء حكى له كل الحكايه بالتفصيل، بدايه من اول لما خرج من الصالون لحد ما وصل بيته وقلع شنطته. بيقول له انا اتفاجئت ب3 ملثمين كانوا في البيت عندي وضربوني لحد ما فقدت الوعي. ففي عز ما الضابط كان بيسمع له قال للضابط ضربوني وسرقوا لكشمي. فالضابط اتاثر جدا وساله عن لكشمي وبيقول له هي عباره عن ايه، فلوس ولا ذهب؟ قال له لا فلوس ولا ذهب. قال له امال ايه مراتك؟ قال له لا برضه مش مراتي، دي مراتي ماتت من زمان. قال له امال ايه بنتك؟ قال له لا بنتي مسافره الحمد لله وما كانتش موجوده. فالضابط اتعصب عليه وقال له امال ايه يا عم لكشمي دي؟ فقال له دي سله زباله. فالضابط طبعا اتصدم وكانت هتجيله جلطه، وقال له جاي الاسم وعامل قلبان وعايز تفتح محضر وكل ده علشان سله زباله، واتعصب ونزل فيه ضرب. ومهراجة كل اللي كان عليه انه بيقول لكشمي، وكان ماسك في هدوم الضابط ومش عايز يسيبها لدرجه ان القميص بتاع الضابط اتقطع، والضابط اتعصب عليه زياده ونزل فيه ضرب. ومهراجة شاف حديده وقفش فيها والاسم كله اتقلب عليه ومفكرينه مجنون، والكل مسك فيه علشان يخرجوه بره الاسم وهو ماسك في الحديده ومثبت فيها ومش عايز حتى يسيبها. بيقول لهم انا عايز لكشمي، ولان محدش قادر عليه فشد الحديده وخد السقف كله ووقع بيه. وقتها الاسم كله بيطلع يجري بره، وده لانهم لقوا تعبان خرج من الزباله اللي كانت موجوده على السقف، واتفاجئوا بمهراجة مسك التعبان وخرج لهم بيه. وبيوصل لمأمور القسم وبيلاقي الدنيا مقلوبه، فبيقول لهم ايه اللي حصل، وبيقعد مع مهراجة ومهراجة بيحكي له برضه القصه بالتفصيل الممل، لدرجه ان اللي في القسم كلهم اتخانقوا منه لان كل ما بيشوف وش حد بيحكي له القصه بالتفصيل. والمأمور بيقول له يعني انت شايف العداله واخده مجراها قوي فانت جاي تبلغ عن اختفاء سله زباله؟ واداله فلوس وقال له روح اشتري واحده غيرها، بس هو برضه رفض الفلوس وقال لهم انا عايز لكشمي. وقال له اصل لكشمي دي مش مجرد سله زباله، دي هي اللي انقذت حياه بنتي، وده لانها مصنوعه من الحديد، ولما انهار البيت وقعت على بنتي وغطتها، وترجاه بحرقه انه يجيب له لكشمي لان بنته اول لما هترجع من السفر هتساله عليها. فالظابط قال له يا عم ما هو ما فيش حل تاني، لا اما انت مجنون لا اما اللي سرقوها مجانين زيك.
خلى كل اللي في الاسم يشيلوه ويرموه بره، وقال له لو جيت هنا تاني انا هضربك بالنار واخلص منك. فمهرجة اخيرا بيقرر انه يمشي، وبعدها المأمور بيزعل الضباط وبيقول لهم يعني مفيش اكتر من السلاح عندنا في الاسم، ولو واحد بس منكم فكر يعمل اللي عملته كان زمانه مشي من بدري. واثناء ما هو بيخطب فيهم وبيديهم دروس لقى مهرجة داخل عليهم تاني، فالظابط اتصدم من اصراره وما يعرفش انه واقف قدام اكتر واحد في العالم بيصر على حقه حتى لو هيكلفه عمره كله، حتى لو حقه ده كان تافه. والمفاجأة انه بيقول للظابط هديلك 40,000 روبية مقابل انك تجيب لي لاكشمي، ولو جبتها لي فعلا هديك كمان نص مليون. فكل اللي في الاسم كان هيتجنن وبيسالوا نفسهم نص مليون ايه اللي هتدفع في سله زباله. اما الظابط فاداله بالقلم على وشه لانه اعتبرها رشوه، لكن الفلوس فيها السحر اكيد. وبالفعل راحوا بيته علشان يفهموا ايه قصته بالظبط، وهناك لسه كان هيحكي لهم القصه من جديد. فالظابط قطعه قال له ابوس ايدك ما تحكيش تاني. وبعدها لقى رساله من بنته وبتساله في الرساله عن لاكشمي، وكمان طلبت منه يصورها. والشرطه كانت متاكده ان الراجل ده مخبي حاجه وان القصه اكيد مش في سله الزباله، وخصوصا بعد ما لقوا في حسابه البنكي 1.5 مليون. علشان كده المأمور بياخده على جنب وبيحاول يستدرجه في الكلام علشان يعرف منه ايه نوعيات الحاجات اللي اتسرقت. ولكن مهرجة بيصدمه تاني وبيقول له بلاش تفكيرك يروح لبعيد، انا كل اللي انا عايزه لاكشمي وهدي لك بدل النص مليون 700,000. المهم ابوس ايدك ترجعها قبل ما بنتي ترجع. فالمأمور اتصدم من الرقم وما كانش مصدق نفسه. وفي مكان تاني بنشوف واحد اسمه سلفام، وده بقى يبقى هجام وقتال قتله وما بيحلالوش ياخد الشاور بتاعه ولا ياكل غير في البيت اللي هو بيسرقه. وبعد ما بيسرق كل الحاجه الغاليه لو في واحده حلوه في البيت بيخلي الراجل بتاعه يغتصبها عادي، وبعدها بيولع لهم في البيت وبيمشي. والمفاجاه الاغرب انه لما بيرجع بيته بيتحول تماما وبيقابل زوجته وبنته، وبيبقى عنده كميه حب وحنيه رهيبه ناحيه مراته وبنته وكانه بني ادم تاني خالص. وبنعرف وقتها انه بيعشق بنته لدرجه الجنون، وكمان بيديها كل الهدايا الخفيفه اللي بيسرقها. والمفاجاه ان احنا بنشوف لاكشمي موجوده في بيته، والناحيه الثانيه بنشوف الشرطه قلبت الدنيا علشان تجيب له نفس السله. وطبعا بعد ما مهرجة اغراهم بال 700,000 ومهرجة بايت في الاسم لحد ما لاكشمي ترجع له. وللاسف الاسم كله بقى حاطط عليه، وكل اللي رايح واللي جاي يناديله ويقول له يا مزبله، وفطارهم وعشاهم وسجايرهم على حسابه، وكمان هو اللي بيقوم يحضر لهم كل حاجه، وعلى طول بيرد عليهم بكل ادب وغل وبيقول لهم انا مش مزبله انا اسمي مهرجة. وبقى كل اللي رايح واللي جاي في الاسم يضرب فيه. وفضلت الحياه ماشيه على كده لمده كام يوم، ومهرجة نايم لهم في الاسم ومش عايز يمشي. والناحيه الثانيه سلفان مقضيها اغتصابات وقتل، وبرضه بيرجع لبيته وبيتعامل مع بنته بكل طيبه وحنيه، وكمان بيعالج لها الجرح اللي موجود في ظهرها. وبعدها بنشوف واحد من الاسم بيتخانق في محل الادوات المنزليه علشان يشوفوا له السله دي باي طريقه، ووقتها بيتقابل مع مخبر قديم اسمه نالا. ونالا بيعرف منه ان المأمور عايز السله اللي موجوده في الصوره دي، وكلمه المأمور فعلا وطلب منه يجيب له واحده شبهها مستعمله. وفي نفس الوقت بنشوف مهرجة لسه قاعد في الاسم، وقتها الظابط بيندهله فبيروح له، وللاسف الظابط رزعه بالقلم وبيقول له ايه اللي دخلك هنا. فبيرجع المسكين يقعد مكانه تاني وهو مكسور. وفي نفس الوقت بيدخل الاسم صاحب مركز صيانه السيارات اللي شفناه في اول الفيلم، وده علشان يبلغ عن اختفاء دانا. وبيروح يقعد جنب مهرجة، واللي اول ما شاف الصوره في ايده اتفاجئ وبدا يفتكر اللي حصل معاه، وان في الليله اللي اتهجموا عليه فيها. وبعد ما فاق شاف ورقه مكتوب عليها اسم محل، فعلى طول بيروح للمكان، وهناك بيتقابل مع الراجل صاحب النضاره اللي في اول الفيلم. وبعدها بيعرف ان هو اللي اتسرق، فساله عن الراجل اللي سرقه لكنه بيتعصب عليه وبيطرده. وقبل ما بيخرج بيوصل دانا وبيكسر النضاره قدامه، وبنعرف وقتها ان مهرجة كان موجود هناك. ومن الحوار اللي دار بينهم عرف ان دانا هو الحرامي، وعلشان كده بعد ما خرج فضل ماشي وراه. ووقتها دانا بيحس بيه فبيكلم رجالته وبيدخلوه في مكان ضلمه، وهناك بيموتوه ضرب. لكن مهرجة برغم غلبه ده لكنه مش سهل، وقبل ما بيفكروا يقطعوا ايديه كان هو اللي مقطعهم ومكسر عظمهم. بس قبل ما بيقتل دانا سأله عن الاتنين اللي كانوا معاه، فقال له ان في واحد منهم شغال في مركز الشرطه اللي في منطقته. وبعد ما بياخد منه المعلومه بيقطع رقبته، وبيقول له انه مش هيسيبهم لحد ما يقطع رقابيهم كلهم. ولانه كان جارح واحد من اللي اتهجموا عليه في ظهره، فبقى اي حد يقابله يحسس على ظهره وهو بيتكلم معاه. وعمل نفسه بيواسي الراجل وساله اذا كان الشخص ده له علاقه باي حد هنا موجود في الاسم، فقال له انه ما يعرفش حد، وان دانا هو اللي كان بيتردد هنا كتير. فمهرجة بيسيب الراجل وبيبدا يراقب كل اللي موجودين في الاسم على اساس انه يلاقي اي علامه. لكن الصول خد باله انه بيراقبه وهو بيقلع، فاداله بالقلم كالعاده. بس كل ده ولا كان فارق مع مهرجة، اهم حاجه عنده انه يلاقي لاكشمي، وبيبدا يشطب على الاسم اللي اتاكد ان ملوش علاقه بالموضوع. اما المخبر نالا فبياخد الصول زميله وبيوديه لصنايعي محترف علشان يعمل له سله زباله شبه لاكشمي. وبالفعل الراجل قال له انه هيعمل له واحده، وكمان قال له تعالى استلمها بعد يومين. وهنا سلفام في عيد ميلاد بنته بياخدها هي ومراته على محل الذهب، وده علشان يشتري لبنته اجمل سلسله ذهب. وبنشوف قد ايه سعادته لما لقى بنته فرحانه بالسلسله. بس المحل قال له انها مش متوفره دلوقتي وممكن يستلمها بعد يومين. ومراته بتعترض على السلسله لانها شايفه انها غاليه جدا، بس هو قال لها ما تقلقيش اهم حاجه عندي سعاده بنتي. وبيرجعوا البيت وهو واخدها في حضنه، ومراته بتقول له
له ليه التكلفه دي كلها؟ ما نعيش على قدنا. فقال لها انا ما يفرقش معايا حاجه في الدنيا دي كلها الا سعاده بنتي، وكل اللي بتحلم بيه لازم اجيبه لها. فبتقول له انت ازاي بتتكلم كده؟ انت ليه محسسني ان احنا عندنا بنك؟ وهي للاسف ما تعرفش حقيقته، انه حرامي وقتال قتله. وهنا بدا الصنايعي يشتغل، وبالفعل طلع نفس الشكل اللي طلبوه منه. وبعد يومين كان يوم عيد ميلاد ايمو بنت سلفام، وراح سلفام علشان يستلم السلسله، وبيستلمها وهو طاير من السعاده. ووقتها بتتصل عليه مراته علشان تطمن اذا كان جابها ولا لا، وطلبت منه انه يحلق دقنه علشان هتجيلهم ضيوف كتير. وفي نفس الوقت مراته بدات تعزم المنطقه كلها بعد ما جوزها طمنها ان الخير كتير. اما هو فسمع كلامها وراح علشان يحلق. والمفاجاه ان بيدخل نفس المحل اللي بيشتغل فيه مهراجه. وقتها بنتفاجئ ان مهراجه سنه كان صغير عن الوقت الحالي، وده معناه ان سلفام قصته كلها بدات في الماضي ايام ما كان مهراجه لسه شباب، وده كان قبل الحادثه اللي ماتت فيها مراته. وطبعا اول لما قعد قدام مهراجه وكأي حلاق في الدنيا قعد يدردش ويجيب سيره القديم والجديد، وساله اذا كان عنده حفله في البيت. سلفام شك فيه، ومهراجة قال له لا ما تقلقش، انا بس سمعتك وانت بتتكلم في التليفون. فسلفام قال له ايوه عيد ميلاد بنتي. فضحك وقال له انا كمان عندي بنت، وساله عن اسم بنته. فسلفام اتعصب وقال له انت اسئلتك كتير، يا ريت تشتغل وانت ساكت. ولما جه يحلق له بالمكنه البطاريه بتفضى، ولسه مهراجة هيحلق له بالمقص. فقال له لا انا مش فاضيلك، روح هات بطاريه. واول لما بيخرج مهراجة من المحل بيجي تليفون لسلفام من الحرامي زميله، وبيقول له ان المسروقات الاخيره اللي سرقوها انتشرت في الجريده. فسلفام بيمسك الجورنال وبيتاكد من الخبر، وبدا يطمن صاحبه ويقول له ان ده تهويش من الحكومه. وقفل مع صاحبه وبيلف لقى مهراجة واقف في وشه وعمال يبص كمان للجورنال اللي في ايده. فسلفام بدا يقلق منه وشك انه سمع المكالمه اللي بينه وبين زميله. ومهراجة ما اتكلمش خالص وبدا يكمل له الحلاقه، ولما خلص اداله بقشيش، ومهراجة رفض ياخد منه وخد بس ثمن الحلاقه. فخرج من عنده وهو مش مطمن له، ورجع البيت وهو قلقان، وكان قاعد في اوضته لوحده، لدرجه ان مراته حست بيه وشكت انه قلقان من حاجه. بس هو طمنها وقال لها انه تعبان بس من السواقه. وعلشان واضح ان مراته بتحبه فضلت تهزر معاه لحد ما خلته يفك، لكن ما لحقش يفرح، لان في نفس الوقت صاحبه بيجيله وبدا يحكي له عن الحلاق، وانه ممكن يكون سمع المكالمه اللي دارت بينهم، والاتنين بيقرروا ان هم يخلصوا عليه. وفي نفس الوقت مراته بتنده عليه وبتقول له انها مش لاقيه السلسله، وفعلا قلبوا المكان كله وما لقوهاش. وبنكتشف انه نسيها عند مهراجة، ومهراجة لما لقاها اتضايق جدا وكان عايز يرجعها لصاحبها، وخصوصا انه عارف ان النهارده عيد ميلاد بنته وهو جايبها لها هديه، وعلشان كده بيقرر انه يروح له بنفسه ويديها له. في نفس اللحظه اللي بيوصل فيها مهراجة عنده بتكون الشرطه بالصدفه داخله وراه. فسلفان بيتاكد ان هو اللي بلغ عنه، والمسكين اصلا ما كانش عارف اي حاجه عن الشرطه، ووقف على جنب اول لما شاف الشرطه داخله عنده، والشرطه بتنزل فيه ضرب قدام الناس كلها. فمراته اول لما شافت جوزها بيتضرب راحت له بسرعه، وكانت بتحاول تمنع الشرطه عنه لحد ما الشرطه بتصدمها بالحقيقه، وبيقولوا لها انه رمل وقتل واغتصب ستات كتير. ومراته كانت واقفه مصدومه ومش مصدقه نفسها، وبدات تكلم جوزها وهي منهاره من العياط، وبتقول له معقول تكون انت كده؟ قول انك بريء وراجل محترم وانا هصدقك انت. وهو كان واقف بيبص لها ومش قادر يتكلم. وكمان صاحبه اتهور ورفع السلاح على الشرطه، وهو حاول يهدي صاحبه، وكان بيقول له خلاص كده احنا انتهينا، فبلاش تودي نفسك في داهيه اكتر من اللي احنا فيها. وقتها مراته بتتصدم وبتتاكد ان هو فعلا كده، لدرجه انها كانت خايفه على نفسها وعلى بنتها منه. وفي النهايه صاحبه بيتقتل وهو بيتقبض عليه، ومراته بتقعد على الارض وهي منهاره من الصدمه، وبنته بتكون منهاره على ابوها وبتعيط. وهو اول لما شاف دموع بنته اتجنن، وفضل يترجى الشرطه انه بس يتكلم مع بنته لاخر مره، لكن الشرطه بترفض. ومراته منهاره وبتعيط وبتقول للشرطه خدوه بعيد عني، وبتقول له ده انا قطعت علاقتي بعيلتي علشان اتجوزك، انت ازاي تخدعني وتعمل فيا كده واهنتني قدام الدنيا كلها ودمرت حياتي. وسلفام وهو خارج مع الشرطه كان بيبص للمهرجه بعيون كلها شر، وهو بقى متاكد ان هو اللي دمر له حياته. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف المأمور وهو بيستلم سلة الزبالة اللي شبه لكشمي، وبيكون طبعا فرحان جدا لأنه هياخد ال700,000، وبيطلب من المخبر إنهم يكسروها ويوسخوها علشان تبقى شبه لكشمي بالظبط. وبعد ما سلة الزبالة بقت معاهم فدلوقتي محتاجين الحرامي اللي يمثل إنه سرقها، وعلشان كده المأمور بيكلم كل الحرامية اللي تبعه علشان حد فيهم يعمل نفسه هو اللي سارقها. لكن المفاجأة إن كل الحرامية بترفض، ومن عصبية المأمور شرب سجاير كتير. فالمخبرين خدوا بالهم فقال لهم إنهم علشان ياخدوا الفلوس دي لازم يلاقوا واحد يعمل الحرامي بأي طريقة. وللأسف كل اللي كلمهم رفضوا يسلموا نفسهم، وطلب منهم يجيبوا له واحد يعمل الحرامي بأي طريقة، وإنه مستعد يدفع له 50,000. وقتها المخبر نالة بيطمع وبيقول لهم خلاص أنا اللي هسلم نفسي، وبدأ يقنع المأمور إن هو يقدر يمثل الدور كويس قدام مهراجة. وعلى طول المأمور بيكلم اسم الشرطة وبيسألهم عن مهراجة، فقالوا له ده بايت هنا من وقتها، ده بيجي الاسم قبلنا كلنا وبيمشي بعدنا. فطلب من الضابط إنه يقعده قدامه ويخليه يحكي له القصة من جديد علشان يسمع القصة لنالة ويقدر يعمل الدور كويس، وخصوصا إن مهراجة بيحكي كل حاجة بالتفصيل الممل.
لكن المخبر بيتصدم اول لما بيسمع القصه من مهراجة، لان المفاجاه وان في نفس اليوم اللي رجعت فيه جوتي من المعسكر ويا دوب دخلت البيت ولسه هتغير هدومها، لقت واحد قاعد لها في الدولاب، وبنكتشف ان هو دانا. واول لما خدت بالها ولسه هتصوت، جه واحد من وراها وكتم نفسها، وطلع ان هو المخبر ناله. ولما حاولت تنقذ نفسها وتهرب، قابلها واحد تالت وضربها على دماغها، وكان الواحد ده هو سلفام، واللي طلع من السجن بعد 13 سنه. وطبعا راح لمهراجة علشان ينتقم منه. ومن سوء حظ مهراجة انه قابل بنته، وبدا سلفام يضرب فيها من غير رحمه. وبعدها المخبر طلب من سلفام انه يغتصبها، وطبعا سلفام ما صدق وقال له عيش حياتك. وللاسف المخبر ناله فعلا بيغتصبها مرتين، وطبعا كل ده تحت نظر ناله واللي كان موجود في اليوم ده بالنضاره اللي سرقها. وده معناه ان مهراجة لما راح وراه وقطع رقبته عمل كده علشان هم اغتصبوا بنته، وما كانش اساسا بيبلغ على سله الزباله، ده كان عايز يعرف مين اللي اقتحم بيته واغتصب بنته. وفضلوا مستنيينه كتير في البيت، لكن المره دي اتاخر علشان كان رايح يشتري جزمه لبنته. لما عرف انها جايه في نفس اليوم، وفضل يلف على المحلات كلها علشان يجيب لها اللي هي عايزاه. وبعد ما المخبر اغتصب البنت مرتين، دخل دانا علشان يقتلها، لكن سلفان بيرفض وقال لهم يلا بينا نمشي. ودانا بيستغرب رد فعله، لانه عاش فتره سجنه كلها عايز ينتقم من مهراجة، ودلوقتي رفض يقتل بنته وخدهم كلهم وخرجوا. وبنرجع للحاضر، وبنلاقي ان المخبر تايه في عالم تاني، وما بقاش مركز خالص مع المأمور، وهو بيقول له لازم نغير في القصه شويه علشان ما يشكش فينا. اما هو فحاول يخلع بصنعه لطافه، وقال لهم ان اصحابه هيتريقوا عليه لما يعرفوا انه سرق سله زباله. فالمأمور اتعصب عليه وقال له انت هتهزر، فهو اضطر يوافق علشان خاف من رد فعل المأمور، واتهرب منه وقال له انه هيكلم مراته. وبنلاقيه راح يكلم سلفام، وبيقول له مهراجة عمل بلاغ عن سله الزباله اللي اتسرقت منه، وانه للاسف مضطر يعمل دور الحرامي. فسلفام قال له اهم حاجه ما يعرفوش ان احنا عملنا كده، وحاول تتصل بدانا علشان يقول لك هتعمل ايه. فقال له ان دانا مختفي بقاله 3 ايام، وللاسف مش عارف اوصل له. وقفلوا مع بعض هما الاثنين وهم مرعوبين ومش عارفين هيعملوا ايه. والمخبر فكر انه يهرب، لكن المأمور فاجئه وقال له انه هيبات عنده في البيت لحد ما يروحوا بكره سوا علشان يمثل الجريمه قدام مهراجة. وهو ما قدرش ينام من كتر التفكير، وفضل طول الليل قلقان. وبنرجع ليوم الجريمه من تاني، وبعد ما مهراجة بيلاقي الجزمه لبنته وبيرجع البيت، بيلاقي البيت مفتوح، وفكر ان جوتي هي اللي سابته. واثناء ما هو بيكلمها وبيفرحها بالهديه اللي جابها لها، اتفاجئ انها بتنادي عليه. واول لما شافها اتصدم، وخدها وطلع بيها بسرعه على المستشفى. وكان وقتها قلبه هيتخلع من مكانه من الخوف عليها، وفضل قاعد جنبها لحد ما فاقت. وسالته عن الناس اللي عملت فيها كده، وليه اساسا يعملوا فيها كده، وكان ذنبها ايه. ومهراجة كل اللي كان بيعمله انه كان منهار ومش عارف ينطق. وقالت له وهي بتعيط انت عمرك ما رفضت لي طلب قبل كده، وطلبت منه انه يوعدها انه يخليها تقابل اللي عمل فيها كده. فقال لها حاضر وهو منهار. وبنروح للمأمور وهو واخد المخبر معاه، وكان معاهم سله الزباله اللي عملوها علشان يمثلوا الجريمه. والغريبه ان مهراجة خدها من غير ما يتكلم ولا كلمه، وبدا المخبر يمثل جريمه السرقه زي ما هم عملوها فعلا. ووقتها مهراجة بيفتكر كلام بنته، وان كان في واحد من الثلاثه كان فيه خربوش في ظهره. واثناء ما المخبر بيقول له سامحني اني سرقت سله الزباله، مهراجة بيحضنه وسط ذهول من الجميع. واول لما بيحط ايده على ظهره بيتاكد ان هو اللي عمل كده فعلا. فالمأمور هنا بيتدخل وبيقول له ادي يا عمي سله الزباله وقدامك الحرامي، ادينا بقى الفلوس. فمهراجة قال له الفلوس موجوده وتحت امرك، لكن ممكن تسيبني معاه شويه. واول لما سابهم، مهراجة ساله انت عندك كام سنه. واول لما عرف ان عنده 54 سنه، قال له مش غلط اللي انت عملته ده. وفضل يردد في كلمتين كده مؤلم وارجوك تسيبني. والمخبر ما كانش فاهم اي حاجه، وقعد يضحك له وهو بيقول له سامحني. وبعدها بيرجع المأمور تاني وبيسأل مهراجة عايزني اعمل لك فيه ايه. لكن المفاجأة ان مهراجة صدمه وقال له سامحه وسيبه يمشي. فالمأمور قال له انت اكيد بتهزر بعد ما صرفت كل الفلوس دي، وفي الاخر عايز تسامحه. وقال له طب انت كمان عايز تسيبه حتى لو فعلا هو اللي اغتصب بنتك. وقتها بيتصدم مهراجة، وما كانش متخيل ان المأمور عارف الحقيقة. والمخبر كان مستغرب المأمور عرف منين. وطلع ان وهم بيدوروا ورا مهراجة راحوا المكان اللي اتقطعت فيه راس دانا، ولقوا تليفون المخبر. ولما بحثوا في الموضوع اكتر صدموا لما عرفوا ان المخبر هو اللي اغتصب بنت مهراجة. وبعدها المأمور مسك السلاح واداه لمهراجة وقال له انا عايزك تقطعه لي حتت دلوقتي. وطبعا مهراجة جواه غل جامد ناحيه المخبر بعد ما اغتصب بنته، ومسكه بالفعل وقطع جسمه بالسلاح اللي معاه. وبنعرف ان المأمور سمح له انه يعمل كده لان اللي حصل ده لو حصل لبنته كان هيعمل فيه اكتر من كده. وبعد ما بيخلص على المخبر بيعرف من الشرطه مين هو الراجل الثالث، وفعلا راح له المكان اللي هو شغال فيه. ومهراجة اول لما شافه قدامه اتصدم لانه اتفاجئ ان هو نفس الشخص اللي قابله من 13 سنه، واتقبض عليه في عيد ميلاد بنته قدامه. ومن كتر
كتر ما هو مصدوم ومش مستوعب فضل سيلفان يضرب فيه لحد ما كان هيموته، وهو بيقول له انت بسببك رحت السجن واتدمرت حياتي، وبسببك كمان خسرت بنتي ومراتي، ولو انت نسيت ده كله فانا ما نسيتش، وفي السجن عشت علشان انتقم منك، وعلشان كده انتقمت منك في بنتك. لكن مهرجة بعد ما حس انه خلاص بيموت بدأ يدافع عن نفسه وفضل يضربه في رجله جامد، وبعد ده كله قعده وشربه ميه كمان. وبعدها سيلفان بيقول له عادي انا متعود على الالم، لكن انت الالم اللي خدته في بنتك هيفضل معاك العمر كله. ومهرجة كان باصص له وهو ساكت ومش بينطق، وغصب عنه دموعه بتنزل لحد ما بتوصل بنته زي ما وعدها انها تقابل المسؤول عن اللي حصل لها، وفي الاخر بيكون عايز ياخدها ويمشي، لكن طبعا البنت بتكون مصره انها تروح له وتتكلم معاه، ولانه كان وعدها فبياخدها ويروح لسيلفان، وهنا بتطلب من ابوها انه يسيبهم لوحدهم، فبيسمع كلامها وبيخرج. وقتها البنت قعدت تبص له باحتقار وقالت له انا طلبت من بابا ان اقابلك علشان اشوف اكتر شخص حقير في العالم، وطلعت له الذهب بتاعها ورمته له، وهي بتقول له مش ده اللي انت كنت جاي علشان تاخده؟ اشبع بيه، واوعى تكون مفكر انك هزمتني باللي عملته فيا، انا هقف على رجلي تاني وهكون اقوى من الاول، ولو عندك بنتي زيي فروح اسالها قد ايه كميه الكلاب القذره اللي بنشوفها كل يوم زيك كده. فقال لها لو اعرف انك هتتكلمي كتير كده كنت خلصت عليكي وقتها. قالت له بالعكس ده انا اللي رحمتك، لان لو ما كنتش جيت لك دلوقتي كان والدي هيقتلك، واي نعم انت ما رحمتنيش بس انا رحمتك وانقذت حياتك. وبعدها بتنادي على ابوها علشان ياخدها، واول لما بتخرج بيتفاجئ ان موجود في الدهب سلسله بنته واللي كان جايبها لها في عيد ميلادها، فاتصدم اول لما شافها. وبنعرف ان مهرجة راح لبيته وهو معاه مراته وبنته، وراح بعد ما اتقبض عليه علشان يدي لمراته السلسله اللي سيلفان نسيها معاه، ووقتها مراته رفضت تاخدها لانها عارفه انها جايه من السرقه والاغتصاب. فمرات مهرجة طلبت منه انه يشتري هديه من محل الالعاب اللي قصادهم، وطلع انه في اول الفيلم ما كانش بيشتري الهديه لبنته، ده كان بيشتريها لبنت سيلفان. ووقتها للاسف بتحصل الحادثه اللي شفناها في اول الفيلم، وكل اللي في البيت وقتها ماتوا ما عدا طفله واحده بس هي اللي بتنجو من الحادثه، وبتطلع الوحيده اللي نجت من الحادثه هي بنت سيلفان. وبنرجع لسيلفان وهو بيشوف الجرح اللي موجود في ظهرها، واللي هو نفس الجرح اللي كان موجود في ظهر بنته، فانهار من الصدمه وهو بينادي عليها. واول لما مهرجة خد باله خدها ومشي بسرعه ورجع له تاني لوحده، فقعد سيلفان يترجى فيه وهو منهار من العياط وبيقول له ان هي بنته. ومهرجة بيبص له والدمعه في عينه وبيفتكر يوم الحادثه، وبنشوف ان اللي عاشت فعلا هي بنت سيلفان. فمهرجة خدها وقرر يربيها وكانها بنته، وبعدها بيزق سيلفان وبيسيبه ويمشي، ولكنه ما بيستسلمش وبيفضل يزحف وهو بينادي على بنته باعلى صوت، ويبص عليها من فوق وهو منهار من الحزن بعد ما عرف انه دمر بايده اغلى حاجه في حياته، وان هي دلوقتي بتحتقره وهتعيش حياتها بعيد عنه. ولكن دي عداله ربنا، انه داق من نفس الكاس اللي دوقه للناس، وفي النهايه بينتحر بعد حرقه قلبه على بنته، وبتعيش بنته في امان مع الراجل اللي رباها وما تعرفش حاجه غير انه ابوها. وبكده بيخلص الفيلم، وبتمنى يكون الملخص عجبكم. سلام.